هل انت بتحب الوحدة؟ هل بتحب تكون قاعد لوحدك؟ هل بتحب ان انت ما يبقاش عندك حياة واقعية؟ في ناس كتير جدا ما بتحبش تقعد لوحدها خالص، حتى ولو هيقضوا وقت طويل جدا على السوشيال ميديا، لكن ما بيحبوش يقعدوا لوحدهم. ده ممكن يكون اضطراب وممكن يكون خلل عندك، وانت لازم ترفض الخلل ده، لان الانسان مخلوق ربنا خلقه علشان يعيش في جماعة. ما ينفعش ابدا ان انت تعيش لوحدك. غالبا الناس اللي بتعيش لوحدها بيبقوا خايفين من فكرة الخذلان، ان حد يخذلهم طول الوقت، ان حد يكون مش على قدر المسؤولية ولا على قدر الثقة اللي هم واخدينها، فبالتالي بيكون عايش في فكرة الخذلان، فمش قادر يعيش مع حد، فبيدور ان هو يعيش لوحده. هل انت بتحب تعيش لوحدك؟ وهل ده شيء صحي ولا لا؟ بعض الناس بيكون عندها خوف من التواجد في مكان عام، بيحس ان الناس بتبص عليه. لازم يكون عندك وعي وفهم وثقة ان ده شيء غير صحي، وانت لازم ترفضه تماما، لازم تشيله من حساباتك. علشان كده انت لازم ما تبقاش لوحدك ابدا ابدا، تحت اي ظرف من الظروف ما تبقاش لوحدك. وعلى الرغم من الخطورة اللي بتصاحب الوحدة، اللي ممكن تؤدي في بعض الاوقات لاعمال جسدية خطيرة، ممكن تؤدي كمان للانتحار، الا ان كل واحد فينا بيحتاج في وقت من الاوقات ان هو يكون لوحده، وخصوصا الرجاله في وقت من الاوقات بيكون محتاج ان هو يقعد لوحده تماما علشان يفصل عن العالم باللي فيه. في ناس ممكن يخسروا علاقات كامله في حياتهم بس علشان يكونوا لوحدهم. بعد ما بيخش في علاقة خطوبة أو ارتباط أو دخول على جواز، بيبدأ يحس أنا إيه اللي أنا بعمله في نفسي ده، ويبدأ يحصل معاه خوف ورعب من الارتباط ومن المسؤوليات، ويفكر قد إيه أنا كنت مرتاح لوحدي، فيبعد عن الارتباط ويبعد عن المسؤولية، أو البنت تبعد عن المسؤولية ويرجع تاني يعيش لوحده. انت بتهرب من الوحدة وبعد كده بترجع تاني للوحدة. دايرة كبيرة، بتاخد كمية دوبامين كبيرة وسعادة مطلقة من الارتباط، وبعد كده بينسحب ده كله اول ما تبقى لوحدك. وعلى الرغم من الشعور بالحزن والألم، إلا انك بتكون مرتاح علشان انت لوحدك. خلي بالك، فكرة تقبل ان انت تعيش لوحدك دي فكرة في منتهى الخطورة وفي منتهى المتعة. انت لو شفت حاجات كتيرة جدا سيئة من الناس، هيبقى افضل حاجة عندك وامتع حاجة ان انت تعيش لوحدك. تاكل وقت ما تحب، تشرب وقت ما تحب، تنزل وقت ما تحب، ترجع وقت ما تحب. الفكرة مغرية جدا، مفيش مسؤوليات، مفيش قيود، ومع ذلك فالبنت ممكن تفكر ان ده حاجة مش حلوة، لان هي ممكن تعنس، ممكن تكمل اللي فاضل من حياتها لوحدها. ودي طبعا فكرة مخيفة جدا في مجتمع الرجالة تقريبا بيعملوا فيه اهم واغلب الحاجات. الناس اللي بتفكر في الوحدة بيقول طب ما انا بعمل كل حاجة لوحدي، انا اتولدت لوحدي، انا عايش لوحدي، انا لما بحس بالألم لوحدي، انا لما بروح للدكتور بروح لوحدي، اشتغلت لوحدي، مش محتاج حد في حياتي. طبعا دي نظرة تشاؤمية اكتر ما هي نظرة واقعية. احيانا بتتفرض علينا الوحدة، وهنا انا لازم اتقبل ان انا عندي مشكلة وان انا قاعد لوحدي لسبب من الاسباب، لكن ما يبقاش ده اسلوب حياتي، ما يبقاش عمري كله في الوحدة، لان انت في وقت من الاوقات هتحتاج لحد معاك، هتحتاج تتكلم مع حد، هتحتاج تاخد وتدي مع حد، يكون في ونس. الوحدة من اكبر العوامل اللي ممكن تؤدي لاكتئاب. يمكن لما انت بتشوف الحالات اللي فيها او حالات الانتحار اللي موجودة في العالم الغربي وبعض دول اسيا، بتلاقي الناس دي بتنتحر علشان هي حاسة بالوحدة، على الرغم من هو شغال طول الوقت تقريبا، لكن دايرة مغلقة من يصحى الصبح يروح الشغل، يرجع من الشغل ينام، يصحى الصبح يروح الشغل، يرجع من الشغل ينام، ما عندوش حاجة تقريبا يعملها في حياته، فطول الوقت حاسس بالوحدة. علشان كده بيختار ان هو ينهي الحياة اللي هو شايفها بائسة ومش قادر يكمل فيها دي. خلي بالك، الوحدة ده نوع من انواع الاضطراب النفسي مش الاضطراب العقلي. ان انت تلجأ للوحدة بكامل اختيارك وتكمل حياتك وحيد، انت هنا عندك اضطراب نفسي كبير جدا ومحتاج حد يتدخل. مش من الطبيعي ابدا ان الانسان يكمل حياته لوحده. في بعض الناس بتختار بارادتها ان هي تفضل لوحدها، هنا اعرف ان انت عندك مشكلة كبيرة. لو انت اتفرضت عليك الوحدة، تقبل ان انت مفروض عليك الوحدة، وحاول تستمتع بالوحدة قدر الإمكان، وفي نفس الوقت تدور على حد يشاركك الوحدة دي علشان تلغوا فكرة الوحدة عندكم انتوا الاتنين. في أسطورة اسمها أسطورة كريشنا.
العظيم موجودة في الهند. الأسطورة دي معناها إن الروح بتبقى مقسومة نصين، كل نص بينزل في جسم وكل نص بيفضل يدور على نص التاني لغاية ما يلاقيه، فبيتجوزوا فبيبقوا روح واحدة. ممكن تعمل كده في حياتك، فكر إن أنت ليك نص تاني محتاج تاخد معاه فكرة الونس، وتتكلموا مع بعض وتعيشوا مع بعض أوقات كتير حلوة، وتشاركوا بعض اهتماماتكم اللي حتى ممكن تكون في صمت في هدوء. والخوف من الوحدة هو اللي بيبرر الانفصال وبعدها الزواج مباشرة. ممكن يكونوا اتنين بيحبوا بعض جدا 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 ومش قادرين يعيشوا من غير بعض، وبعدين يحصل ما بينهم انفصال، طلاق. بعد الطلاق مباشرة بشوية قليلة جدا، ممكن في خلال شهور بتلاقي كل طرف منهم اتجوز. طب راح فين الحب؟ الخوف من الوحدة هو اللي بيسيطر عليهم دلوقتي. نفس الكلام ممكن تلاقي زوج بيحب زوجة جدا، والزوجة بتعشق التراب اللي بيمشي عليه، ولو حد فيهم اتوفى بعد فترة قليلة بتلاقيهم بدأوا يتجوزوا وبيعترفوا ان هو عمرهم ما حبوا في حياتهم زي الزوج او الزوجة الاولى. طب فين راح الحب ده؟ هو خايف من الوحدة، وده ما يلغيش الحب. وعلشان كده بعض الناس ممكن يكونوا عايشين في بيت الزوجية في إهانة. ممكن تكون واحدة عايشة مع زوج بيضرب وبيشتم وبيهين، اللي بيخليها ما تبعدش عنه، ممكن تقبل انها تكمل الحياة وكمان ترفض تدخل اي طرف خارجي، هو الخوف من الوحدة. والخوف من الوحدة اسمه مونوفوبيا، وده خوف مشهور جدا في علم النفس، وده طبعا اضطراب حاد ليه دراسات وليه اسباب، والاسباب دي ممكن تتعالج. انت لو حاسس ان انت عندك مونوفوبيا، انت لازم تروح علشان تقعد مع حد متخصص يدرس الحالة بتاعتك ويفك اضطراب الوحدة ده علشان تقدر تعيش وتكمل حياتك بشكل يتناسب معاك. المونوفوبيا ممكن الاسباب بتاعته تكون كتير جدا. مثلا الاب والام كانوا بيسيبوا الولد الصغير او ابنهم يقعد لوحده فترة طويلة، او هو كان بيختار يقعد لوحده فترة طويلة بسبب الضرب والاهانة اللي كان بيتعرض ليها من الاهل، او كان اهله مش موجودين لسبب ما فما كانش عنده اختيار، فبدأ يعيش لوحده فترة طويلة، فبيختار يكمل حياته بالطريقة اللي بدأت بيها حياته وهو صغير. وده على العكس من الناس اللي عاشت في بيئة زحمة وهم صغيرين. بتلاقي أسر كاملة عايشين قريبين من بعض، الأب والأم والخال والخالة والعم والعمة، أسر كاملة عايشة، ممكن يكون في بيت عيلة كمان، وده بيكون عنده خوف من الوحدة، مش ميل إلى الوحدة، يعني عنده خوف من الوحدة، مش قادر إن هو يعيش لوحده، لازم حد يلزق فيه، لازم حد يكون موجود معاه طول الوقت، لازم حد يكون واخد بنفسه واخد بحسه. وممكن ده هنا في الحالة دي ما بيكتفيش بفرد، بيبقى عايز مجموعة قاعد معاها. طبعا الحالتين دول عكس بعض، الحالتين دول غلط تماما، ده اكستريم في الوحدة وده اكستريم في الدوشة والزحمة. خلي بالك ان تعريف الوحدة بيختلف من وقت للتاني، لكن ليه تعريف محدد، لان انت ممكن تكون حاسس بالوحدة وسط الناس، ممكن تكون ماشي وسط الزحمة وحاسس بالوحدة. وهنا لازم تفهم كويس ان الوحدة ليها نوعين. نوع استمتاع، ان انت بتستمتع بانك وحيد، عايش مبسوط وانت وحيد، مبسوط ان انت ما حدش بيكلمك وانك ما بتكلمش حد، ان الحياة منفردة بيك، وده نوع من انواع الاضطراب النفسي. ما حدش بيستمتع بالوحدة. ادم لما ربنا خلقه خلق له حواء علشان تعيش معاه. وفي وحدة تانية، الوحدة الايجابية، اللي انت ممكن تقدر تتعامل معاها وتحبها وتتعايش بيها وتكون انسان منتج وتقدر تحقق اهدافك في الحياة وتكون مبسوط، بس الوحدة هنا ايجابية. وهنا خلينا اسألك سؤال، لو انا محتاج اشتغل شغل معين او اخد كورس معين او اروح مشوار معين، في بعض الناس استحالة تنزل من البيت الا لو شاركها حد. يعني لو معايا واحد صاحبي ورحنا المشوار ده هروح، ما مش موجود معايا واعتذر لاي سبب من الاسباب مش رايح، هنزل اشتري هدوم مع صاحبتي. طب لو هي مش رايحة خلاص مش رايحة انا كمان. هل الوحدة دي هنا وحدة صحية؟ ده إذا أطلق عليها أصلا اسم وحدة، لأن هي هنا اختارت إنها تفضل لوحدها في البيت وما تنزلش. الوحدة الإيجابية إن أنت تقرر إن أنت تنفذ أهدافك لوحدك حتى ولو ما فيش حد هيشاركك. بمعنى أنا النهاردة لو صديقي رفض إن هو ينزل معايا علشان أشتري لبس، فأنا هنزل لوحدي علشان أقضي المصلحة بتاعتي وأرجع، يبقى هنا دي اسمها وحدة إيجابية. حتى لو أنا مش حاببها بس أنا هقدر أنزل واستمتع بيها وأرجع علشان أقدر أخلص الحاجة اللي أنا عايز أعملها. هنا دي اسمها وحدة إيجابية. لكن في ناس تانية عايز اقول لك ممكن يكونوا بيقعدوا لوحدهم بالساعات ما يعملش اي حاجة خالص، بيبص في التلفزيون، ممكن ما يكونش بيبص في التلفزيون اصلا، ممكن يكون بيبص في ولا حاجة، مجرد بيبص في الحيطة. ممكن ينزل يقعد في اي جنينة او في الشارع ويتفرج على الناس اللي رايحة واللي جايين وبس. انت نفسك ممكن تلاحظ بعض الناس اللي عندهم اضطراب الوحدة وهم قاعدين على القهوة، بتلاقي ناس كتير جدا بيبص في الشارع في الخلاء، عينه
مش باصه لحاجه معينه، حتى مش بتتابع الناس اللي رايحه واللي جايه، ومش بتتابع العربيات. ممكن يكون بيدخن او ماسك شيشه او اي حاجه، وقاعد عمال يبص على الناس رايحين جايين، ومستمتع جدا بالحاله اللي هو فيها دي، حتى ممكن ما يكونش بيفكر كمان. طب ايه الاسباب اللي ودته للحته دي؟ الله اعلم. ممكن يكون فعلا زي ما انا قلت بيقعد لوحده كتير، عنده مشاكل، عنده هموم، قرفان من الدنيا، فبدا يستمتع بالوحده، علشان الوحده بالنسبه له هي المخرج الاساسي من كل المشاكل اللي هو بيشوفها في حياته. او هو شاف من الناس كتير جدا وحش، فبالتالي ما بقاش قادر يقعد معاهم، فبقى يستمتع بالوحده. عارف زي برضو الناس اللي بتقعد تقلب في التلفزيون وتتفرج عليه وهي مش شايفه ولا سامعه، هو هنا قاعد مستمتع بالوحده، مجرد دوشه حواليه بس علشان شغاله في خلفيه دماغه مش اكتر. طب ايه الفرق بين الشخصيات دي والشخصيات اللي بتفرغ وقتها علشان تقعد وحيده؟ الناس اللي بتفرغ وقتها علشان تقعد وحيده بتعمل حاجه من اتنين، يا اما بتعمل حاجه مفيده في حياتها، يا اما بتعمل حاجه غلط. مثلا لو انت لقيت شاب لسه في مقتبل العمر بيمسك التليفون كتير وبيقعد في اوضه لوحده، فهو غالبا يا اما بيكلم بنت يا اما بيعمل حاجه غلط، ممكن يكون بيفتح محتوى اباحي. لكن لو لقيت شاب بيفتح النور علشان يقعد في الاوضه لوحده، حاطط قدامه كمبيوتر، لابتوب او كتاب او اي حاجه، وقاعد شغال عليه، معنى كده ان هو بيعمل وحده ايجابيه علشان يوصل للهدف بتاعه. الوحده السلبيه ممكن توديك في داهيه بعد كده، لان انا اعرف ناس كانوا مش بيروحوا الشغل بتاعهم علشان الوحده السلبيه. هو النهارده مش عايز يتعامل مع الناس، مش عايز يتعامل مع المجتمع، مش عايز يشوف بشر اصلا، مش عايز يشوف بني ادمين، فما بينزلش من البيت وبيعتذر عن الشغل وبيفضل قاعد في البيت، وطبعا ده مستقبله وكاريره بيبدا ينهار واحده واحده، لان هو مش قادر يسيطر على فكره ان هو يتعامل مع البشر. هنا لازم تعرف كويس قوي ان انت لازم تتدرب على الوحده وتتدرب على التعامل مع الناس. يعني مثلا قبل ما تنام لازم تكون لوحدك. انت هنا بتفصل بقى من الكون كله وبتبدا تهدى وتصفي افكارك علشان عينك تغمض وتبدا تنام، الا في حالات الارهاق الشديد. طيب لازم كمان تتمرن ازاي تقدر تتكلم. وهنا لازم تفهم كويس ان الوحده ليها نوعين. نوع استمتاع، ان انت بتستمتع بانك وحيد، عايش مبسوط وانت وحيد، مبسوط ان انت ما حدش بيكلمك وانك ما بتكلمش حد، ان الحياه منفرده بيك، وده نوع من انواع الاضطراب النفسي. ما حدش بيستمتع بالوحده. ادم لما ربنا خلق له حواء علشان تعيش معاه. وفي وحده تانية، الوحده الايجابيه، اللي انت ممكن تقدر تتعامل معاها وتحبها وتتعايش بيها وتكون انسان منتج وتقدر تحقق اهدافك في الحياه وتكون مبسوط، بس الوحده هنا ايجابيه. وهنا خلينا اسالك سؤال، لو انا محتاج اشتغل شغل معين او اخد كورس معين او اروح مشوار معين، في بعض الناس استحاله تنزل من البيت الا لو شاركها حد. يعني لو معايا واحد صاحبي ورحنا المشوار ده هروح، ما مش موجود معايا واعتذر لاي سبب من الاسباب مش رايح، هنزل اشتري هدوم مع صاحبتي. طب لو هي مش رايحه خلاص مش رايحه انا كمان. هل الوحده دي هنا وحده صحيه؟ ده اذا اطلق عليها اصلا اسم وحده، لان هي هنا اختارت انها تفضل لوحدها في البيت وما تنزلش. الوحده الايجابيه ان انت تقرر ان انت تنفذ اهدافك لوحدك، حتى ولو ما فيش حد هيشاركك. بمعنى انا النهارده لو صديقي رفض ان هو ينزل معايا علشان اشتري لبس، فانا هنزل لوحدي علشان اقضي المصلحه بتاعتي وارجع، يبقى هنا دي اسمها وحده ايجابيه. حتى لو انا مش حاببها، بس انا هقدر انزل واستمتع بيها وارجع علشان اقدر اخلص الحاجه اللي انا عايز اعملها. هنا دي اسمها وحده ايجابيه. لكن في ناس تانية عايز اقول لك ممكن يكونوا بيقعدوا لوحدهم بالساعات ما يعملش اي حاجه خالص، بيبص في التلفزيون. ممكن ما يكونش بيبص في التلفزيون اصلا، ممكن يكون بيبص في ولا حاجه، مجرد بيبص في الحيطه. ممكن ينزل يقعد في اي جنينه او في الشارع ويتفرج على الناس اللي رايحه واللي جايين وبس. انت نفسك ممكن تلاحظ بعض الناس اللي عندهم اضطراب الوحده وهم قاعدين على القهوه، بتلاقي ناس كتير جدا بيبص في الشارع في الخلاء، عينه مش باصه لحاجه معينه، حتى مش بتتابع الناس اللي رايحه واللي جايه، ومش بتتابع العربيات. ممكن يكون بيدخن او ماسك شيشه او اي حاجه، وقاعد عمال يبص على الناس رايحين جايين، ومستمتع جدا بالحاله اللي هو فيها دي، حتى ممكن ما يكونش بيفكر كمان. طب ايه الاسباب اللي ودته للحته دي؟ الله اعلم. ممكن يكون فعلا زي ما انا قلت بيقعد لوحده كتير، عنده مشاكل، عنده هموم، قرفان من الدنيا، فبدا يستمتع بالوحده، علشان الوحده بالنسبه له هي المخرج الاساسي من كل المشاكل اللي هو بيشوفها في حياته. او هو شاف من الناس كتير جدا وحش، فبالتالي ما بقاش قادر يقعد معاهم، فبقى يستمتع بالوحده. عارف زي برضو الناس اللي بتقعد تقلب في التلفزيون وتتفرج عليه وهي مش شايفه ولا سامعه، هو هنا قاعد مستمتع بالوحده، مجرد دوشه حواليه بس علشان شغاله في خلفيه دماغه مش اكتر. طب ايه الفرق بين الشخصيات دي والشخصيات اللي بتفرغ وقتها علشان تقعد وحيده؟ الناس اللي بتفرغ وقتها علشان تقعد وحيده بتعمل حاجه من اتنين، يا اما بتعمل حاجه مفيده في حياتها، يا اما بتعمل حاجه غلط. مثلا لو انت لقيت شاب لسه في مقتبل العمر بيمسك التليفون كتير وبيقعد في اوضه لوحده، فهو غالبا يا اما بيكلم بنت يا اما بيعمل حاجه غلط، ممكن يكون بيفتح محتوى اباحي. لكن لو لقيت شاب بيفتح النور علشان يقعد في الاوضه لوحده، حاطط قدامه كمبيوتر، لابتوب او كتاب او اي حاجه، وقاعد شغال عليه، معنى كده ان هو بيعمل وحده ايجابيه علشان يوصل للهدف بتاعه.
الوحده السلبيه ممكن توديك في داهيه بعد كده، لان انا اعرف ناس كانوا مش بيروحوا الشغل بتاعهم علشان الوحده السلبيه. هو النهارده مش عايز يتعامل مع الناس، مش عايز يتعامل مع المجتمع، مش عايز يشوف بشر اصلا، مش عايز يشوف بني ادمين، فما بينزلش من البيت وبيعتذر عن الشغل وبيفضل قاعد في البيت، وطبعا ده مستقبله وكاريره بيبدا ينهار واحده واحده، لان هو مش قادر يسيطر على فكره ان هو يتعامل مع البشر. هنا لازم تعرف كويس قوي ان انت لازم تتدرب على الوحده وتتدرب على التعامل مع الناس. يعني مثلا قبل ما تنام لازم تكون لوحدك. انت هنا بتفصل بقى من الكون كله وبتبدا تهدى وتصفي افكارك علشان عينك تغمض وتبدا تنام، الا في حالات الارهاق الشديد. طيب لازم كمان تتمرن ازاي تقدر تتكلم مع الناس. تبسمك في وجه اخيك صدقه، والتبسم ده في حاله ان انت بتبتسم لشخص انت تعرفه فده دعوه للحوار، فلما يبدا معاك الحوار انت لازم تكمل الحوار، فده تمرين حلو على انك ما تبقاش وحيد. الوحده السلبيه بتسبب ادمان بعض السلوكيات الخاطئه واللي ممكن تكون خطر. يعني ممكن يمتنع عن الاكل، مش فارق معاه، مش بيجوع، وممكن يدمن الاكل. فغالبيه الناس اللي بتلاقيها قاعده لوحدها، وخصوصا في الافلام الاجنبيه وفي الدول الاوروبيه، بتلاقيه بيدمن الاكل وبيبقى تخين جدا جدا جدا، لان هو طول النهار ما بيعملش حاجه غير ان هو بيتفرج على التلفزيون، مش بيفكر في حاجه وقاعد بياكل بس وما بيشبعش. بتبقى هي دي المتعه بتاعته. للاسف هي متعه سلبيه بتدمر صحته، بتدمر حياته، ممكن تدمر مستقبله كمان. بعض الناس بيمارس المتعه السلبيه بشكل مختلف. يعني في من ادمان الوحده السلبيه ادمان الشوبينج. تلاقي الست او الراجل ينزل يتمشى ويقعد يشتري ويشتري ويشتري ويشتري، وممكن يشتري حاجات هو في غنى عنها. يعني بعض مدمنين الكتب ممكن يشتري كميات من الكتب ويشيلها عنده من غير ما يقراها ومن غير ما يستفيد بيها، بس هو عنده ادمان لفكره الشراء. ونفس الفكره بالنسبه للملابس والحاجات كتيره جدا، وبيعمل كل ده لوحده. خلي بالك هنا دي اسمها متعه سلبيه او وحده سلبيه، بتوديك في منطقه ما ينفعش ان انت تكون فيها، لان انت بتدمر نفسك وبتدمر فلوسك، وبتوصل في مرحله من المراحل الى انك بتخسر كل حاجه. يبقى انت لازم تفرق كويس ما بين مبدا ومفهوم الوحده السلبيه ومبدا ومفهوم الوحده الايجابيه. الوحده السلبيه اللي انت فيها بتضر نفسك، اللي انت بتستمتع فيها بالبعد عن الناس وغير راغب تماما في التعامل مع اي انسان. اما الوحده الايجابيه فاللي انت بتنجز فيها عمل مهم وعمل مفيد، ممكن تعمله مع حد، ولو ما فيش حد تعمله معاه فانت بتكمل الموضوع ده لوحدك. خلي بالك الموضوع محتاج منك تدريب. يعني مش في يوم وليله هتبقى انت قادر على انك تكون وحيد وحده ايجابيه وتبتعد عن الناس علشان تقدر تنجز اللي عليك. الموضوع ده محتاج منك تدريب. وعندك حاجتين مهمين جدا في حياتك لازم تعملهم. اول حاجه الوازع الديني، يعني ما ينفعش تكون لوحدك وتعمل حاجه غلط. خليك دايما حاطط في دماغك ان ربنا شايفك، وان ربنا بيقول يا ابن ادم لما جعلتني اهون الناظرين اليك، ليه سبتني او خلتني اقل واحد بيبص لك؟ ممكن تكون بتخاف من الناس كلها ومرعوب من الناس كلها، وانت لوحدك ممكن تعمل اي حاجه غلط، فما ينفعش ان انت تعمل ده. تاني حاجة ان انت لازم يكون عندك وازع اخلاقي من نفسك، ان انت بما انك هتقضي وقت لوحدك فهتقضي وقت يا اما في الراحة يا اما تعمل فيه حاجة مفيدة. الوحدة السلبية ممكن توصل بيك لمرحلة اسمها العزلة، تنعزل تماما. انا اعرف ناس برضو في وقت من الاوقات بياخدوا بعضهم ويسافروا بعيد جدا لاماكن بيعيشوا فيها لوحدهم لشهور، بينعزل تماما. العزله دي ممكن تكون ايجابيه، زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينعزل في غار حراء ويقعد يتعبد لمده شهر، بس هنا هو بيفكر، هو هنا منعزل عزله ايجابيه. لكن العزله السلبيه ان هو منعزل ومستمتع بده وما بيعملش اي حاجه في حياته خالص، بس هو عايش لوحده. عارف الاغنيه بتاعت تامر حسني، من النهارده انا هعيش لوحدي، هاخدني وفسحني واجيب لي هديه وفاجئني، مش محتاج حد. هنا دي اكبر مرحله من مراحل العزله. هنا عندك انعزال سلبي تام وصل بيه لمرحله ان هو مش مقتنع بوجود بقيه الناس وعايش لوحده تماما. انا اللي هدلعني، انا اللي هجيب لي، انا عارف انا عايز ايه وانا عارف انا هبسطني ازاي، فبالتالي انا مش محتاج حد تاني. انت هنا وصلت لمرحله خطر يا صاحبي، انت هنا لازم توصل لدكتور بسرعه. خلي بالك العزله الايجابيه دي حاجه كويسه، لان العزله السلبيه حاجه وحشه، ده شيء منطقي. العزله الايجابيه بتخليك شخص قابل للانتقاد. يعني انا ممكن اخش اقعد في اوضه لوحدي واخلص شغل معين واخرج اعرضه على الناس والناس تقول لي ده كويس او وحش، انت هنا قابل للانتقاد. العزله السلبيه غير قابل للانتقاد اصلا. انا لو عملت حاجه لوحدي خلاص انا مقتنع بيها، عجبك مش عجبك انت حر، كويسه مفيده سيئه انا حر، محدش ليه حاجه عندي. وبالتالي انت ممكن تضر نفسك وتتمسك بضررك لنفسك علشان انت دخلت نفسك في العزله السلبيه ورافض راي اي حد في حياتك تماما. وبالمناسبه
ان انت تكون شخص لا يتقبل النقد، فانت هنا حطيت نفسك في درجة من درجات العزلة السلبية. مفيش حد فوق النقد، مفيش حد فوق ان هو يختار مع ناس تانية، ان هو يعمل بمبدأ التشاور، ان حياته تكون فيها شورى علشان يقدر يوصل لافضل شكل وافضل نتيجة ممكنة في جوانب حياته. لكن لو انت واحد من الناس اللي بترفض اصلا مبدأ ان انت تتشاور مع حد، يبقى انت هنا دخلت في نقطة من مناطق العزلة السلبية لازم تتخلص منها فورا. يعني انا مثلا كمدرس احيانا ممكن اكون موجود في محاضرة او في مكان ما، وبعض الناس المتدربين او الطلاب يبدأ يتناقش معايا في فكرة ان انت حضرتك قلت الكلمة دي غلط، او ان انت وصلت لي المعلومة دي بشكل خاطئ، او ان انت نطقت اللفظ ده بشكل غلط. انا كان في وقت من الاوقات ممكن اثور جدا واغضب، اللي هو انت مين علشان تعدل عليا؟ انت مين علشان تقول لي انا ان انا غلطت؟ دي نظرة في منتهى السطحية مني انا. خلي بالك، انت لو حد اثبت لك ان انت غلطان، انت هنا ممكن توصل لحاجه من الاثنين: يا اما تكابر في الغلط ويبقى منظرك اوحش، يا اما تعترف بالغلط مع شيء من الكسوف منك، ولكن نظرتك للامور هتختلف، نظره الناس ليك نفسها هتكبر. يعني هيعتقد ان الشخص اللي قدامهم ده شخص يقبل النقد وكويس، فنقدر نتعامل معاه تاني. من هذا المنطلق انا نفسي بدات افكر ان انا لازم الناس تنقدني علشان اعرف انا ماشي صح ولا ماشي غلط، والغلط اللي عندي ابدا اصلحه، وبكده بقيت الى حد كبير شخص افضل. بالتالي لازم تحط في دماغك ان مفيش قائد ما ياخدش بشورة الناس اللي تحتيه، مفيش ليدر ياخد امره لوحده او فكره لوحده، بس لازم ياخد المشوره من الناس اللي حواليه. عارف بعض الناس تيجي تتكلم معاهم في موضوع معين يقول لك لا انا هخلص الموضوع ده في دماغي الاول بعد كده اتكلم معاك. على فكره ده غلط، انت هتخلص الموضوع في دماغك وهتوصل لقرار لوحدك، وفي النهايه انت مش هتعمل حاجه. من هنا لازم تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا مجموعه، خلقنا مجموعات وشعوبا وقبائل. ليه؟ لتعارفوا، علشان ننقل المعارف ما بيننا، مش علشان نعيش لوحدنا. بس لازم نعترف ان احنا ساعات بنتحط في ضغط يخلينا نختار بمزاجنا ان احنا نعيش لوحدنا، بعيد عن كمية الوجع والألم اللي موجود في العالم من حوالينا. العالم من حوالينا دلوقتي بقى عالم صعب، فبتختار ان انت تهرب من العالم علشان تعيش لوحدك، يمكن تكون مبسوط شوية افضل من التعامل مع البشر اللي غالبيتهم بيحاولوا ينهشوا في بعض. فتقول لا يا عم، ده انا اقعد طول العمر لوحدي كده احسن. ومن هنا بتبدأ تخش على مرحلة من المراحل الغلط جدا. تلاقي الناس دي بتبدأ تقول خلاص انا مش هتجوز، انا مش هتعرف على حد، انا مش عايز اعيش مع حد اصلا، انا حياتي كده افضل. ويبدأ معاه مرحلة العزوف عن الخطوبة والعزوف عن الزواج، ويكمل حياته لوحده بدون ذرية بدون اي حاجة خالص. وحتى ولو هو شايف ان ده حل افضل، فهو ضد الطبيعة والفطرة البشرية اللي ربنا خلقنا عليها. وزي ما قلت هو هنا محتاج تدخل، وقد يكون تدخل قوي من شخص متخصص يقدر يوصل معاه لحل. لان انت غصبا عنك محتاج في وقت من الاوقات لحد يشاركك، ياخد باله منك، يشاركك اعباء الحياة، تقدروا توصلوا مع بعض لحلول، تستمتعوا بالحياة مع بعض، تاكلوا وتشربوا مع بعض، تقدروا تعيشوا الحياة بمشاركة انتوا الاتنين بس اللي مستمتعين بيها. لان الوحدة في الاخر هتوديك لمنطقة انت هتكون عايش في خطر. عمرك ما تلاقي ابدا مجموعة من الناس بتضحك لوحدها وواحد بعيد بيضحك لوحده. هتلاقي المجموعة بتضحك وبتنفجر من الضحك وبيقضوا وقت حلو جدا مع بعض، اللي لوحده غالبا بيبتسم بس مش قادر يطلع الانفعالات بتاعته اللي ما بتطلعش غير في مجموعة. الوحدة معناها خوف، ومعنى انك وحيد معنى كده ان انت خايف من حاجة. لازم تتكلم مع حد متخصص وتفهم انت خايف من ايه. لو مش عايز تروح لحد متخصص لازم انت نفسك تبقى فاهم انت خايف من ايه، تقعد مع نفسك وتفهم انت خايف من ايه. انا ليه قررت ان انا اكون وحيد؟ ايه التجربة او المشكلة اللي مرت بيها في حياتي وصلتني لان انا اكون وحيد؟ وحيد معناها فاقد الثقة في البشر، فاقد الثقة في التواصل، فاقد الثقة في التعامل مع اي حد. ان انت تكون وحيد معنى كده ان انت فاقد الحوار مع كل الناس الا نفسك وبس، مستمتع بالحوار معاك. وعلى فكرة كل واحد فينا عنده شخصيتين، شخصية ظاهرة قدام الناس كلها وشخصية جواك. الشخصية اللي جواك دي انت لوحدك بس اللي بتتواصل معاها وبتقعد تتكلم معاها تقريبا طول النهار، وممكن تاخدوا رأي بعض كمان. فقدت التواصل مع الكون كله الا الشخصية الوحيدة اللي موجودة معاك اللي هي انت برضو. معنى كده ان انت عندك مشكلة كبيرة جدا. الوحدة ممكن تكون حلوة وممكن تكون حل لوقت معين، لكن مش طول الوقت. في كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، الكاتب اسمه جون جراي شرح حاجة صغيرة. هو كان بيتخيل ان الرجالة كلهم جايين من كوكب المريخ وان الستات كلها جايين من كوكب الزهرة، فدول من كوكب ودول من كوكب، يعني جنسين مختلفين عن بعض اتقابلوا مع بعض على كوكب الارض. وعلشان الاتنين من كواكب مختلفة فالطبيعي ان هم يكونوا مختلفين، ده مخلوق وده مخلوق مختلف. تعامل الرجال مع المشكلات بيكون بالانعزال، والانعزال هنا بيكون انعزال ايجابي، بمعنى ان هو لما بيكون عنده مشكلة متعود على كوكب المريخ ان هو يختفي في الكهف بتاعه شوية وبعد ما يحل المشكلة يخرج. طيب لو الست فضلت تجري وراه معنى كده ان هو
مش هيقدر يحل المشكله، وكانهم مربوطين هما الاتنين باستك. لازم الاستك ده يتمط ويوصل لاقصى درجه امتداد ليه، وبعد كده يرجع تاني يرتد للست مباشره، هيرجع لها بقوه. لكن لو الراجل بعد والست فضلت تبعد وراه، عمر ما الاستك اللي في النص ده اللي هو يمثل الحب عمره ما هيمتد، فعمره ما هيرتد اليها بقوه، هو هيبعد عنها وهي هتفضل تجري وراه. الانعزال الصحي مهم، بس مهم ان احنا نطمن فيها شركاء حياتنا، سواء الاب والام، سواء لو انت خاطب او الزوجه، ابنائنا. لو انت عايز تنعزل انعزال صحي فده افضل حاجه ممكن تعملها. الدكاتره النفسيين كلهم بينصحوا بالانعزال الصحي من وقت للتاني، ان انت تبعد عن الكون كله وتاخد بعضك وتنعزل انعزالا صحي، ساعه ساعتين يوم يومين، مش اكتر من كده، علشان تصفي دماغك، علشان تقدر تفوق. لكن ان انت تكره الكون كله وتقرر ان انت تعيش لوحدك، للاسف ممكن تكون الفكره مريحه جدا بس ده مش صح.